اصل انا اخترتها عشان هي مثقفة وعندها وعي، فبناء عليه هتتغير او يعني هتبقى قابلة للتغيير وهنعيش حياة كويسة عشان احنا على نفس المفهوم. لو انت بتختار ان الشخص يكون مثقف او عنده وعي او بيعرف بيتكلم، ده الحكم ان انت هتكمل بيه حياتك معاه؟ لان الوعي ممكن يقف عند حد معين. ممكن تكون كانت فاضيه فبتقرا كتير، ممكن تكون طريقه لجذب الانتباه، ممكن يكون مجرد كلمتين حافظاهم وفي الاصل كل ده مش موجود. فما ينفعش نختار على الصفة دي بس. لما بنيجي نختار بنختار صفات نقدر نعيش معاها. على فكرة ممكن تكون انت مش فاكرها مثقفة او ما عندهاش وعي او لسه ذوقها مش حلو في اللبس، ممكن تتغير. احنا بنختار الشخص اللي ليه قابلية على التغيير. ده فعلا الشخص المثقف الحقيقي، قابلية للتغيير، مش معدوم الهوية. معدوم الهوية ده اللي بياخد كلمتين منك وينفذهم لكن ما بيطبقهمش، او اي حد بيروح ويجي معاه. لكن اللي بتقعد تكلمه بالمنطق ويقدر يتغير ويقدر فعلا يكون التغيير من جواه، هو ده اللي تقدر تعيش معاه. الشخص اللي مش عندي، العند ده صفة وحشة جدا كان في راجل او في ست. الشخص المتحجر اللي هو بيبقى رافض التغيير، ده شخص ما ينفعش تعيش معاه. لان انا دلوقتي على صفة، ممكن لما اكبر شوية يكون على صفة تانية او بوعي تاني مختلف. فاللي انا واخده معايا من نفس الوعي ده ممكن شوية يبقى الوعي ده ضدي. وده هتلاقوه مع ناس كتير. ناس كانت متدينة قوي وابتدت تنفتح، فبقى في خبط كتير مع شريك الحياة. او العكس، حد كان منفتح وتدين قوي والتاني غير قابل للتغيير. يبقى تاني او تالت صفة لازم تكون موجودة، ان هو بيقدر يقبل الاخر كما هو وبيقدر يتعايش مع اي وضع في التغيير ده. دي الصفات اللي تخليك تكمل حياتك العاطفية او حياتك الزوجية بشكل آمن. بيقبلك، قابل للتغيير، في لغة حوار، ما بيفرضش رأيه عليك، وفي نفس الوقت مش شخص مسيطر. لو انت ضمنت الحاجات دي فعلا حياتك هتبقى احسن. كان معاكم دينا البكر.